مصادر إعلامية تحدثت أن الكاف أخذ الموضوع بجدية، خصوصاً بعد انتشار المقاطع والصور التي أثارت الشكوك، ولذلك تم تشكيل لجنة طبية خاصة تابعة للكاف من أجل إجراء فحوصات دقيقة للاعبي منتخب السنغال. هذه اللجنة الطبية ستقوم بإجراء اختبارات وفحوصات طبية تستخدم عادة في بطولات الفئات السنية، مثل فحوصات الأشعة وبعض التحاليل الطبية التي تساعد في تقدير العمر البيولوجي للاعبين. الهدف من هذه الفحوصات هو التأكد بشكل علمي مما إذا كان اللاعبون ضمن الفئة العمرية المسموح بها أم لا، وفي حال أثبتت التحقيقات أن هناك تلاعباً أو تزويراً في أعمار بعض اللاعبين، فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد يتخذ قرارات صارمة. من بين هذه القرارات المحتملة إلغاء نتيجة المباراة التي جمعت بين المغرب والسنغال، واعتبار المنتخب السنغالي مخالفاً لقوانين البطولة. بل إن بعض التقارير تحدثت عن احتمال فرض عقوبات إضافية قد تشمل استبعاد المنتخب السنغالي من البطولة، أو فرض عقوبات إدارية على الجهة المسؤولة عن تسجيل اللاعبين. الموضوع هنا لا يتعلق فقط بنتيجة مباراة واحدة، بل يتعلق بمبدأ العدالة الرياضية في بطولات الفئات السنية. الهدف من بطولات تحت 15 سنة أو تحت 17 سنة هو منح الأطفال واللاعبين الصغار فرصة للتطور والمنافسة بشكل عادل، لكن عندما يحدث تلاعب في الأعمار فإن ذلك يضر بشكل كبير بهذه البطولات، لأن لاعباً في 20 من عمره عندما يواجه لاعباً عمره 14 أو 15 سنة سيكون هناك فارق كبير جداً في القوة البدنية والخبرة. الكثير من المتابعين قالوا إن ما ظهر في الصور والمقاطع يجعل الشكوك كبيرة جداً. بعض لاعبي السنغال بدت عليهم ملامح نضج جسدي واضح، سواء في طول القامة أو قوة البنية أو حتى ملامح الوجه. في المقابل، لاعبو المنتخب المغربي ظهروا كفريق شاب فعلاً من نفس الفئة العمرية، وهو ما جعل البعض يشعر أن المباراة لم تكن متكافئة من الأساس. هناك أيضاً من قال إن قضية التلاعب بالأعمار ليست جديدة في الكرة القدم الإفريقية، فقد ظهرت مثل هذه الحالات في بطولات سابقة، ولهذا السبب بدأ الاتحاد الإفريقي في السنوات الأخيرة استخدام فحوصات طبية أكثر دقة للكشف عن أي تلاعب محتمل. الآن كل الأنظار تتجه إلى نتائج التحقيق الذي فتحه الكاف. الجماهير الرياضية في المغرب وفي إفريقيا كلها تنتظر معرفة الحقيقة. هل فعلاً كانت أعمار اللاعبين السنغاليين قانونية، أم أن هناك تجاوزات حدثت بالفعل؟ إذا أثبتت التحقيقات وجود تزوير أو تلاعب، فمن المتوقع أن تكون هناك قرارات خاصة من الكاف، لأن مثل هذه القضايا تمس مصداقية البطولات الإفريقية. الكثير من الجماهير المغربية أيضاً عبرت عن استغرابها من الفارق الجسدي الكبير بين اللاعبين. البعض قال إن الأمر كان واضحاً من الوهلة الأولى، وأنه من الصعب تصديق أن جميع اللاعبين في منتخب السنغال أقل من 15 سنة. ومع ذلك يبقى القرار النهائي بيد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة الطبية المكلفة. هذه الجهات هي التي ستقوم بدراسة الملف بالكامل وإجراء الفحوصات النازمة، ثم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي. الأيام القادمة ستكون حاسمة في هذه القضية، فقد نشهد إعلان نتائج التحقيق، وقد نرى قرارات قد تغير نتيجة المباراة بالكامل. لكن في النهاية الشيء الأهم هو الحفاظ على العدالة الرياضية. بطولات الفئات السنية يجب أن تكون مكاناً عادلاً للمنافسة بين اللاعبين الصغار، وفرصة حقيقية لاكتشاف المواهب الجديدة في القارة الإفريقية. أما بالنسبة للاعبي المنتخب المغربي الصغار، فالكثير من الجماهير عبرت عن دعمهم لهم، وقالت إنهم قدموا ما عليهم رغم الظروف والجدل الذي أحاط بالمباراة. وفي انتظار نتائج التحقيق الرسمي من الكاف، يبقى السؤال المطروح الآن بين الجماهير:
هل فعلا حدث تلاعب في أعمار لاعبي منتخب السنغال؟ وهل سنشهد إلغاء نتيجة المباراة إذا ثبتت هذه المخالفات؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تعتقدون أن هناك تزويراً في الأعمار أم أن الأمر مجرد جدل مبالغ فيه؟ ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أولاً بأول. شكراً لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.